leave it stuck formatted. Who be the king of the sound? Bust the bus back, just put a lock on the town. I know my bitches be coming from miles around. See, they be coming. اخواتي ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حماده كينج لحظه. النهارده جايلكم فيديو جديد ونسخه جديده وحاجه حرفيا نهايه المجال. تمام، النهارده يا جدعان هيكون معانا نسخه حماده كينج لحظه ونسختي فيرجن 2. تمام، نخش على النسخه يا جدعان. شكل النسخه اهوتي اهو بتفتح معاك. تمام، انا طبعا مش مسجل عليها عشان ايه اشارككم اللحظه بتاعت التسجيل وكده ونشوف النسخه كامله من جوه. تمام، نخش الرقم اهوتي، نعمل نيكست. اوكي، ونعمل ايه رساله. تمام، نستنى بقى الرساله ايه دقيقتين هتجيني دلوقتي هي. تمام يا جدعان، وجات لنا الرسالة دلوقتي. تمام، 519-036. تمام، جات لنا الرسالة طبعا كده يا جدعان. تمام، نعمل ايه سماح كل حاجة. تمام، نيجي نكتب بقى ايه الاسم مثلا. تمام، حمادة كينج. تمام، الطريقة دي يا جدعان النسخة بتفتح معانا بالشكل العظمة ده زي ما انتوا شايفين. طبعا النسخة عظمة اصلا من جوه. تمام، بص كده فتحت يا جدعان معانا النسخة كده. بص من فوق حمادة الكينج الأعظم باينة ومش عارف ايه وكده، والقلوب شغالة وكل حاجة تمام. طيب دلوقتي نشوف شكل الشات من جوه. تعالى كده يا اسطى أوريك شكل الشات من جوه مثلا. بص شكل الشات حاجة متحركة كده، حاجة رايقة. تمام، حاجة رايقة خالص من الآخر. تمام، مثلا أنت مش عاجبك الشكل ده عايز تغيره، بص يا اسطى عندك الزرار ده بيغير لك الشكل. تمام، تقدر تخلي مثلا الخلفية دي. تمام، مثلا ان انت مثلا لو بتحب الانمي او كده عندك الخلفيه دي. تمام، مثلا انت مش عاجبك دي. تمام، ولا يهمك، تعال عندك دي. طبعا كلنا طبعا عارفين طبعا الكرتون ده كنا اكيد كنت بتسمعه يعني او كده. مش عايز طبعا اي خلفيه متحركه، اي فيديو كده هتاثر مثلا معاك مش هتعرف تقرا في الشات وكده. تمام، يبقى هنخلي ايه دي اللي هي العاديه بتاعه المتجر. تمام، مثلا بص مثلا هنكتب هاي. تمام، بالطريقه دي بص اتبعتت معانا بالشكل الرايق ده. طيب النسخه بقى هل بقى هي بتهنج بقى من فيروس او اي حاجه؟ تعالى كده نشوف. تمام، بص كده يا اسطى. تمام كده مفيش اي حاجه باينه ولا اي حاجه. النسخه طبعا مش بتهنج النسخه يا جدعان، حرفيا نهايه المجال. تمام، شيء بتبعت اكتر من 6500 رساله. تمام، مفيش اي حاجه، النسخه سليمه تمام وجامده وفيها كل حاجه. طيب النسخه زي ما قلت لكم مش بتهنج من اي فيروس ولا من اي حاجه. تمام، تعالى بقى نمسح كده الشات مثلا. تمام، ده بقى الشكل. تمام، نخش بقى الاعدادات بقى من جوه. تقدر تعمل بقى PC. تمام، تفتح الوايب. تمام، الرسائل بقى اللي انت عاملها بالنسخه، اعدادات النسخه من جوه اللي هي الاعدادات بتاعتك انت. تمام، اللي هي اكونت بتاعك لو مثلا نحط رقم فيك او كده. تمام، شكل النسخه بقى مثلا عايز تحط جاليري او كده. تمام، فانا مش هحط طبعا عشان المعرض وكده. تمام، ده الافاتار بقى اللي عندك كل حاجه عنه. نكمل بقى. تمام، هنا الاكونتات بقى بتاعك انت، مثلا عايز تعمل حماية الحساب، عايز تعمل مش عارف ايه اللي هو 2 ستيب السكرتري تشوف طبعا كده. تمام، عايز تمسح بقى الاكونت. تمام، كل حاجه عندك. تمام، عايز مثلا تعمل مثلا انت مش عايز اللغه الانجليزيه، مش عايز العربيه. تمام، فتقدر تخلي اللي انت عايزه. عندك اللغات اهيتي، اختار يا اسطى اللي انت عايزه. تمام، عايز تخليها بالانجلش هتبقى معاك بالطريقه دي. تمام، الشكل هيبقى مثلا كده. طيب انا بقى مش عايز اخليها مثلا بالانجلش ومثلا عايز اخليها عربي. طيب هتعمل كده يا اسطى، تنزل تحت تاني. تمام، تعمل ايه اب لانجوج، تختار العربيه. تمام، النسخه بعد كده اتعدلت معاك. طيب نخش بقى على الاعدادات التانية بقى من جوه. تمام، النسخه بقى هنجت معاك مثلا من الفيروس، حد رمى عليك فيروس يمين شمال وانت طبعا مش عامل الحمايه وكده، فبالتالي النسخه هنجت معاك. فانت بتدوس رستر النسخه زي كده. تمام، بالتالي النسخه بتترستر معاك. طيب عايز اكلم الرقم مثلا مش متسيف عندي. تمام، هتعمل ايه بقى يا اسطى؟ تدوس هنا كلم رقم مش متسيف. تمام، وتكتب زي ما انت عايز. مثلا انا هكتب كده، شايف فتح معاك حتى لو رقم مش موجود. تمام، مثلا عايز تبعت فيروس، بص يا اسطى شايف 65,000 رسالة بتتبعت. تمام، بالطريقة دي الرسالة اتبعتت. والفيروس طبعا الواتس مش بيهنج، النسخة حرفيا ما هنجتش. تمام، ولا حصل لها أي حاجة. نمسح الشات. تمام، تعالى بقى كده نخش بقى على على الإضافات الجامدة. تمام، تعالى بقى بص عندك حاجة بصراحة يا جدعان، النسخة دي نهاية المجال حرفيا. تمام، خش على الحماية والخصوصية. تمام، انت بقى طبعا دي بتبقى طبعا في اي واتساب طبعا. تمام، دي العاديه. تمام، نخش على الاستعاده والنسخ الاحتياطي. مثلا انت عايز تركب مثلا ملف بسرعه وكده، فاعمل ايه؟
اعمل ايه؟ اعمل نسخه احتياطي، بعد كده تحط الملف، بعد كده اعمل اعاده نسخه احتياطي، فبالتالي انت هتركب كده ملف السرعه. طيب مساحه التخزين اتملت عندي، تمام، وانا مش عايز مساحه طبعا كتيره ومش عارف إيه كده. معرفه حجم تخزين النسخه عندك شايف فاضيه خالص، تمام. طيب مسح التخزين، مثلا مسح الاندرويد، تمام، هو مش بيمسح معاك الاندرويد، لا هو بالعكس، هو بيمسح حجم الشتات وحجم الحاجات اللي في النسخه، تمام. النسخه مش بتهنج معاك حرفيا، تمام. دي حاجه. الحاجه التانية، تمام، زرار عدم التهنيج. شايف بص ركز كده معايا في الخلفيه كده اللي ورا، حاجه كده رايقه من الاخر، تمام. عندك النسخه بتفك الفيروسات المخفيه وفيروسات الكراش وفيروسات الصور والمواقع والكراش تاني، تمام. وبتفك الاسبام والكونكت، تمام. زائد ان هي بتفك الروابط الملغمه، يعني لو مثلا حد رمى عليك رابط وملغم وقال لك مش عارف خش عليه يا اسطى ومش عارف ايه وكده، بالتالي لا، فكك منه، بالتالي مش النسخه بتفك الفيروس، تمام. دي حاجه. الرموز بقى، لو حد رمى عليك مثلا رمز مثلا وش بيضحك او حاجات زي كده، برضو بيفكها. بيفك فيروس تشفير الارقام، يعني الرقم بتاعك متشفر بيفكه، تمام. ضغط الرسائل، فيروس الكتالوج، الشتات المفيرسه، يعني في شتات بتبقى مفيرسه وضغط الرسائل برضو بيفكها هو، تمام. بس اهم حاجه لازم تكون مفعل الزراير دي زي ما انت شايف الزراير، طبعا حاجه كده نسخه رايقه من الاخر، تمام. فك تشفير فيروس الويب، فيروس البوت، فيروس الريبلاي، مثلا حد عمل لك ريبلاي على حاجه عملت معاك بفيروس، وبالتالي تقدر تفكها، تمام. فك تشفير جميع الفيروسات المخفيه، اي فيروس مخفي مش ظاهر لك على الواتساب فبالتالي بيفكه، تمام. فيروس النقطه، عدم تهنيج النسخه، تمام. هات النسخه من تهنيج الضغط، لان مثلا بيعمل اتصال عليك ضغط رسائل وكده، تمام. في هنا بقى ايه فيروسات الكونكتات اللي هي ايه ال 41 وال 64 وال 244، تمام. دي بقى ايه فيروسات، تمام. فيروس اللوكيشن برضو النسخه مش بتهنج حرفيا، بس لازم اهم حاجه يا جدعان تكونوا فاعلين الزراير دي، اهم حاجه، تمام. مش بتهنج من الكتالوج ولا من الكراش بوت ولا من استلامات الفيروسات خالص، تمام. واخفاء كل شيء، انت تقدر تخفي كل حاجه، ايوه يا صاحبي اقدر اخفي كل حاجه، تمام. سرعه ارسال الفيروس فيرجن 1 فيرجن 2 فيرجن 3، يعني بترسل فيروس بسرعه فائقه، تمام. حلو، تمام. النسخه بقى عندك بتقطع النت برساله، تمام. بتقطع النت ازاي؟ طب انا عايز اقطع النت مثلا، هتعمل ايه في قطع النت؟ بصوره، دي برساله، بريكورد، بستيكر متحرك، اي ستيكر زي كده، تمام. تبعته بيكون بيتحرك او كده مثلا في الشات عندك، بالتالي انت هتلاحظ عليه النت كده، تمام. زي قطع النت لاستطلاع الراي، يعني مثلا ايه، عملت مثلا استطلاع راي، مثلا انزل مش عارف ايه يا جدعان اعمل لكم ايه، فبالتالي انت بتقطع ايه كده، بتقطع له النت. قطع النت بصوره بقى بتقطع النت عنه بصوره. زي قطع النت برن، مثلا انت عايز ترن عليه عشان تقطع له النت، فبالتالي ترن عليه، اول ما ترن عليه كده بالتالي ايه النسخه بتاعته بتهنج وبتقطع له النت، تمام. اضافات تجنن. نشوف بقى هنا عندك الارشيف، بس مع اعضاء الفريق المجموعه، يعني انت بتعمل مثلا بث مباشر وكده، فبالتالي تقدر مع اعضاء المجموعه، تمام. اخر رساله في وقت ارسال رساله. طيب انت بعت رساله فبيجيب لك اخر مره انت بعتها امتى، تمام. او بيأخرها اساسا في الارسال، مش يعني فاهمني، تمام. اخر في وقت استلام الرساله، يعني مثلا هو بعت لك رساله انت بتأخر الوقت، تمام. العدد المحدود من الحروف، ده اقول لك يعني مثلا انت بتيجي تنزل ستيت على الواتساب، تمام. فبالتالي بيقول لك ايه مثلا عندك حد معين من الحروف، لا انت تتفاعل دي يا تنزل زي ما انت عارف، افتح اكتر من شات، بالتالي بيظهر لك زي شريط الانستا، وبيخليك تفتح اكتر من شات، تمام. النسخه مثلا بتاكل معاك بطاريه جامده، تمام. البطاريه بتاعتك بتستنزف بطاريه جامده، فبالتالي انت بتعمل دي، بتفعلها بتوقف البطاريه بتاعتك، يعني ايه ما تخليش النسخه تاكل معاك بطاريه جامد، تمام. حذف الرسائل المشفره، يعني اي رساله مشفره بتتحذف، تمام. تسريع النسخه، مثلا النسخه بتهنج معاك، لا انت بالتالي تفعل الزر ده كده النسخه مش هتهنج معاك، تمام. نخش على بعده، تمام. هنا بقى بتحط مثلا اسمك، مثلا اكتب ايه حماده كينج، تلاقي حد يجي يسجلك باسم ايه حماده كينج، تمام. اعمل رومات قديمه. طيب الروم القديم اللي هو قديم خالص، اللي بتعمل حاجات قديمه قوي كده، تمام. مثلا يقول لك مثلا تم انشاء الروم مثلا في 2000 2023 2024، فاهمني. فبالتالي انت بتساعد زي كده وتحط التاريخ وكده، فبالتالي هو بيعملها لك، تمام. او بتحط مثلا اسم الشات، تمام. عدل الشات بتاع اي حد، تمام. هنا بتعدل الشات بتاع اي حد، تعدل له الشات بتاعه، تمام. فيك عدد اعضاء الروم، يعني مثلا ايه اعضاء الروم، مثلا اقل روم بيكون في كام 1000 وحاجه بعد تحديث الواتساب، 1025 بالظبط بعد التحديث بتاع مارك، تمام. لا انت بتخليه كام، بتخليه 68، بتخليه 68000، تمام. تقدر تغير رقم اعداد الرسائل، بتغيره تماما. فيك عدد الشتات من بره، انت بتفيك، يعني شوف مثلا نكتب كام 5، لحظه كده 5، تمام.
غير رقمك في البروفايل، يعني بدل ما رقمك يبقى مكتوب في البروفايل لا انت تخليه حاجه تاني. تحكم في مدة الصوت اللي هو ايه تفيك الريكوردات يا جدعان، يعني مثلا مش بيحب ان هو يسجل ريكورد وصوته يبقى كده، لا انت تقدر تفيك ريكورد، تقدر تخليه كده او كده او اي حاجه من دول. تمام، بالتالي انت وبتسجل ريكورد فبالتالي ايه تقدر تفيك الشكل بتاعه. تمام، فعله لو ما لقيتش فيه ستيت، يعني مثلا انت النسخه لسه مسجلها عندك مثلا ومغير النسخه يمين وشمال وكده، طبعا عايز تشوف الستيت بتاع الناس والستيت بتاعك، بالتالي تفعل دي كل حاجه تيجي عندك. تمام، فيك شات بتفيك شتات، اخفاء ايه ترجمه الرسائل، يعني انت مثلا رساله اتكتبت لك بالانجليزي عايز تترجمها عندك بيكون ترجمه تلقائي، بعد كده انت لا انت بتلغي بقى الترجمه. تمام. تمام، تعال بقى نكمل. تعديل وظيفه تعديل عدد الرسائل، يعني انت تقدر تعمل ايه تعدل على الرسائل، لا انت بعد كده تعطلها. تمام، اظهار حدد الكل. تمام، حدد الكل ازاي؟ مثلا اعمل مثلا رساله بيقول لك ان انت ليك عدد معين في ان انت تعمل ايه تبعت له مثلا الرساله دي، لا يا اسطى انت بالطريقه دي اول ما تفعل ده تبعت لاي حد. تمام، اخفاء زر الخلفيه المتحركه. تمام، اللي هو ايه يعني مثلا انت مش عايز الخلفيه المتحركه بتاعت الشات اللي هي شات من جوه مش عايزها مثلا. تمام، فانت بتفعل دي، بالتالي ايه مفيش اي حاجه هتظهر لك في الشات غير النسخه غير ايه الشكل اللي بيكون عادي في اي واتساب. تمام، توثق رقمك لمنعه من الحظر. طيب احنا طبعا اكتشفنا طبعا في الايام اللي فاتت دي طبعا الحظر طبعا، وطبعا مارك بالتحديث الجديد فك الحظر على ارقام كتير. طيب انا دلوقتي فعلت بتاع توثيق الارقام. تمام، تعال كده نشوف. بص كده. تمام، انا مش حاطط بروفايل خلي بالك، ده الشكل من النسخه من جوه. تمام. طيب هنا الستيت اللي هتظهر لك اساسا مع الناس وكده. تمام، وعندك طبعا الوضع الداكن. تمام، وعندك ايه الوضع الفاتح، وعندك ايه كل حاجه. تمام. تمام. طيب وعندك هنا برضو ايه اضافه اكونتات جديده وكده. تعالوا بقى نكمل بقى السير من جوه. تمام، لحظه واحدة. شايف دخول رايق من الاخر يا جدعان، دخول رايق فاخر من الاخر. تمام. طيب تعالى بقى نكمل تاني. طيب احنا طبعا عملنا اخر حاجه ايه بتوثق الارقام، بتوثق يا جدعان النسخه جامده. تمام، اضافات اشكال 3 دي، انت بقى بتغير كل حاجه، بتغير لوجو الكتابه، بتغير اللوحه، بتخليها حاجه تانية خالص. تمام، تقدر مثلا مش عايز صحين اللي هم نزار مثلا يظهروا صحين نزار، لا انت بتغيرهم بالطريقه دي. تمام. طيب تغيير شكل الكولات من بره، يعني مثلا الكول بيتغير معاك على حسب زي ما انت عايز برضو من دول، اختار اللي انت عايزه. تغيير ايه شكل الشتات من بره، تغير شكل الشات تخليه مثلا انستا. تمام، تغيير صوت رسالة لرسالة، عندك كذا صوت زي كده بدل مثلا رسالة طبيعي. تغيير شكل ايقونة البحث تقدر تخليه اي حاجة. تمام، تغيير شكل وجه الشتات تقدر تخليه زي ما بقول لك انستا او اي حاجة او كده. تمام. تمام. طيب نكمل بقى. طيب انت دلوقتي مثلا بتحب ايه الشكل اللي هو ايه التلج اللي بينزل. تمام، طيب انا دلوقتي يا حمادة عايز الشكل التلج لما بيكون نازل. طيب تعمل زي كده. تمام، وتفعل دي. تمام، بص كده هنطلع كده بره. شايف بالطريقة دي، شايف الحاجات اللي نزلت دي. تمام، انت بالطريقة دي تقدر ان انت تغير عليها. تمام. طيب تعالوا كده نكمل نشوف بقى ايه باقي اخر حاجات في النسخة. تمام. تمام يا جدعان. طيب عندنا ايه تاني بقى في النسخة من الموزيكا بتاعتنا، تعالوا نكمل بقى كده. طيب احنا وصلنا لغاية ايه اضافة. طيب الصورة بقى انت بتبعتها مثلا لحد بتبقى مش واضحة كويس، مش ظاهرة كويس في حاجة في السمات بتاعها، انت بالتالي بتعمل ايه تفعلها زي كده، تفعل الحاجات دي، بالتالي اي صورة هتبعتها مش ايه هتبقى واضحة جدا معاك. تمام، وزي ما قلت لك طبعا عندك الواجهات بتاعت الشاشة وكده. تمام. إيه وظيفة الساعة بقى، انت بتغير الساعة هنا بقى على حسب زي ما انت عايز، ثواني في وقت الرسالة. تمام، التاريخ في وقت الرسالة، يوم والاسبوع في وقت الطلب، الجدول الزمني. تمام، حاجات كلها زي كده. تمام. طيب اصدار نسختي. تمام، هنا جايب لك كل حاجة من 2023 لغاية 2024، يعني النسخة معاك جاية لغاية السنة الجاية. تمام، شغالة معاك لغاية السنة الجاية. طيب أساس النسخة بقى دي الإعدادات طبعا هي الطبيعية بتاعتنا العادية اللي احنا كلنا عارفينها. طيب روابط التواصل بقى معايا أنا. طيب عندك أول حاجة قناة على اليوتيوب يا جدعان، متنساش طبعا يا صاحبي تخش تعمل لايك. تمام، تعمل اشتراك في القناة، عايزين نوصل 100 كده عشان ايه نكبر الدنيا. طيب تمام. طبعا تليجرام انا بس ما فيش مش حاطط الرابط بتاعي. تمام، اعمل لكم بس القناة بتاعتي على تليجرام. تمام، هي دي القناة بتاعتي. تمام، خش يا جدعان واشتركوا ان شاء الله هتلاقوا كل جديد. تمام، ما تنساش يا صاحبي زي ما قلت لك تعمل اللايك
الاشتراك بتاعك وفرحني عشان انا افرحك دايما. تمام. السلام عليكم يا جدعان.